السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، نزل محمد صلى الله عليه وسلم ضيفا على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. كان في مبتدأ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان راكب الناقة، اللهم صل وسلم وبارك عليه الصلاة والسلام. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن الناقة مأمورة، وأنه حيثما بركت الناقة سيكون هذا المكان الذي ينزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما بركت الناقة أخذ أبو أيوب الأنصاري متاع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدخله في البيت على الفور عليه الصلاة والسلام. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. السؤال: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي دخل بيوتنا الآن ورأى ما غيرنا فيه كلنا، يا جماعة بالله عليكم تعرف أهمية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إحنا والله العظيم لو حرمنا شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، لو حرمنا شفاعته عليه الصلاة والسلام، إيش اللي هيصير فينا؟ هتبقى أعظم مشكلة وأكبر خطر. من حرمت شفاعتي، إذا حرمنا من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تجلب لنا النار، يعني ما في غير النار والشفاعة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لهذا يجب علينا محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعظيمه. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم دخل بقى ضيف في بيتنا الآن، وجد الزوجة ما شاء الله نص إيديها باينة ومش عارف إيه وكلام من ده كده، ومش لابسة حجابها الشرعي، واللي بس أساسا واحدة تقول لك هو البنطلون حرام؟ لا عادي، فيش مشكلة، البنطلون حلال. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي البس البنطلون عليه الصلاة والسلام. واحدة يقول لك هو البنطلون فيه مشكلة؟ لا، هو اللبس الضيق دي فيه مشكلة. لبس أساسا بيشف الجسم كله صلى الله عليه وسلم، ولبس أساسا فعلا ضيق على الجسم كله، تيجي تقول لي فيه مشكلة؟ ماشي، هل ده يرضي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو دخل النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتنا الآن وشاف السجاير وشاف المخدرات وشاف أساسا كده، وشاف ما ينظر إليه الإنسان من المحرمات عليه الصلاة والسلام، شاف أساسا عليه الصلاة والسلام رأى في بيوتنا كل ما يغضب رب العالمين سبحانه وتعالى، أنت يكون منظرنا إيه؟ يا جماعة ما لنا غير في يوم القيامة لا مجال للسقيا إلا من يده الشريفة عليه الصلاة والسلام. طب إزاي؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه الصلاة والسلام. باختصار كده يا جماعة، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، خلينا إن شاء الله بقى نكملها في إيه؟ في جزء تاني، محبة أبي أيوب للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أين وصلت عليه الصلاة والسلام.